ازيك يا شباب؟ إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. الف طبعا مليون مبروك على فوز منتخب مصر الاخير في كاس العالم على نيوزيلندا، وان احنا الحمد لله اخيرا كسبنا اول ماتش في حياتنا في كاس العالم. يعني على قد ما هي حاجه حلوه، بس حاجه برضه يتزعل ان احنا منتخب مصر بتاخده كله فوق تقريبا فوق 100 سنه كوره. اول مره نكسب في كاس العالم ونكسب مين؟ نيوزيلندا. فنفرح وكل حاجه، بس مش انجاز ومش اعجاز. المفروض انا اسف، في دول كتير جدا اقل مننا بكتير جدا في التاريخ، زي المغرب وتونس والجزائر والسعوديه والدول دي كلها كسبانين اكتر مننا. فعيب، ده عيب في حقنا. مش عيب ان هم يكسبوا طبعا، او طبعا حقهم يكسبوا، بس عيب في حقنا احنا ان الناس دي كلها اكتر مننا. ف... فبنيجي نكسب نيوزيلندا، نفرح، بس مش اعجاز مش انجاز. الانجاز انت على الاقل توصل دور الثمانيه، ده على الاقل ده اللي اسمه انجاز. لكن انت طبعا لو انت وصلت الدور 32 كويس طبعا. ليه؟ انها حاجه انت بتعملها قليل اول مره. وصلت الدور 16 ممتاز طبعا. لكن الانجاز هو ابتداء من دور الثمانيه، والاعجاز دور بقى النص النهائي طبعا، او المستحيل بقى دور النهائي. فهي كده بالترتيب. فان احنا دلوقتي اعلامنا عمال يفرح افرح، بس ما تبالغش قوي في الفرحه. وبعدين احنا كسبنا نيوزيلندا يا جماعه، ترتيبها بصوا كام حاجه، و80 على العالم، يعني 85 على العالم، مش فرقه. بعدين نيوزيلندا دي اساسا نصها الفرقه اللي هي بتاعت اوكلاند سيتي، اللي بيلعب في كاس العالم للانديه كل سنه، وبيشيب ال10 وال12 وال17 من كل الفرق. يا راجل، ده الاهلي المكسح بيكسبوا مش عارف 2 و3 و4، فدي مش فرقه اصلا. فنيوزيلندا يا جماعه مش فرقه. وعلى رأي كمان كابتن مجدي عبد الغني، دي فرقه في خدها بيضه. فانا بس اللي انا متضايق منه طريقه لعب حسام حسن. يعني انت هو ليه بيفتي؟ امام عاشور ده لازم يتحط في نص الملعب، هو قوته في نص الملعب، ليه تحطه على الوينج الشمال؟ وبعدين ده يعني انت حتى مش بتتعلم من اخطاء غيرك. كذا مدرب عملها قبل كده قبليك وما ينفعش. هو حتى اول ما جه الزمالك كان بيلعب وينج شمال وما ينفعش. بعدين بقى مين بقى اللي غير مكانه وخلاه يتالق؟ كان فيرا. حط المعلم، يعني حطه في دور حطه في رقم 8 ومن ساعتها اتالق. وبعد كده حتى لما جه النادي الاهلي بقى بيلعب 8 و10 وتالق. فهو في نص الملعب جميل جميل، ياخد الكوره ويطلع بيها ويستلم ويروح ويجي. مرموش اول حاجه، مرموش اساسا ما ينفعش يبدا، ده خلاص يعني بعد المستوى اللي هو في 3 ماتشات يبقى روسيا والبرازيل، او 4 ماتشات بقى روسيا والبرازيل و... وبلجيكا واخرهم نيوزيلندا. كميه انانيه مش طبيعيه، وفي الاخر ما بيعديش ولا بيعدي ولا بيباصي ولا بيشوط. وبعدين حطه في مكان مش مكانه، هو بيلعب وينج شمال، تحطه مش عارف مهاجم متاخر. وصلاح اللي العالم كله بيلعب وينج يمين، تحطه مش عارف برضه رقم 10. فانت هو بيعمل حاجات غريبه، اللي هو عاوز يقول لك انا جامد وبعمل حاجات مش متوقعه. لا يا عم، لا يا عم، انت بتفشخ نفسك. انت الشوط التاني لما عدلت كل واحد لعب في مكانه، كل حاجه بقت 100 100. وطبعا تشكر طبعا انت الاضافه بتاعت زيكو، انت اللي اكتشفته وانت اللي جبته، فتمام. لكن هو بيعمل حاجات غريبه، ولما بيعمل حاجات غريبه بنلبس كلنا. يعني في ماتش بلجيكا ده، بلجيكا في اضعف حالاتها وبيلعبوا في الشمس، والعيال فعلا بيض ومش مستحملين الشمس. المفروض احنا كنا لو اتكينا عليهم كنا كسبناهم. لكن هو الجبن بتاع حسام حسن ده اللي بيودينا في 60 داهيه. وهو ده يعني انا قلت قبل كده، قلت منتخب مصر فيه عناصر جامده جدا جدا جدا. انا فعلا مؤمن ان احنا ممكن نروح لابعد نقطه، بس عاوزين ثقه في اللعيبه دي ونشجعها. وحسام حسن عنده ثقه في نفسه في اللعيبه. لكن كسكسه وندافع هنشيل قبح من الاخر. احنا ما بنعرفش ندافع يا جماعه. بنعمل في الاخر بيبقى اسمنا عملنا ماتش حلو، بس في الاخر بنشيل قبح وبنخسر. فايه القرف ده؟ فاحنا نهاجم ليه كل شويه؟ حتى ما اجي اهاجم بعد ما اخش افضل ادافع 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 ويخش فيها جون وبعد كده اهاجم. طب ما هاجم من الاول، ده انا قلت قبل كده اهو. احنا يا جماعه عندنا لعيبه كواليتي عالي، تقدر تهاجم بيها. لكن دفاع 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 مفيش، مش هينفع. وبعدين بلاش افتكاسات، وده قلت قبل كده، بلاش افتكاسات يا عم. والعب بقد امكانياتك اللي هي كويسه جدا وهاجم. ما بقولكش بقى اشرخ، بس هاجم بالعقل. وعندك لعيبه جامده جدا. ومرموش لازم يقعد احتياطي بقى. انا شايف تريزيجيه تريزيجيه لا برقبته. تريزيجيه يعني انا نفسي التشكيل اللي ينزل بتاع منتخب مصر هي كالاتي: شوبير طبعا، شوبير لاعب بطوله عالميه. محمد هاني ثغره في الدفاع بس في الهجوم 10 على 10. ياسر ابراهيم ثغره في الدفاع رهيبه رهيبه. انا ما اعرفش ازاي انا نفسي يلعب في الدفاع. يعني هقول ايه بس ما مش عارف يعني هقول رامي ربيعه و... وخلاص مشيها ياسر. وعلى اليمين محمد هاني، على الشمال فتوح، نص الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه، وقدامهم امام عاشور. وعلى الشمال تريزيجيه، على اليمين صلاح، قدام زيكو. يبقى كده بقى الاحتياطي بقى يبقى مرموش، يبقى ابحى، ابراهيم عدى ابحى. زيكو اسمه زيزو ده ما ينساهاش. ده انا قلت قبل كده، انت اي حد يقول ان زيزو يستحق ينضم منتخب مصر ده مش مصري.
مالهاش دعوه والله، يعني دي والله مالهاش دعوه اهلي والزمالك. انت لو انت شايف ان زيزو يستحق يلعب في منتخب مصر انت مش مصري. لو انت شايف ان حمزه عبد الكريم اللي مش عارف يوقف كوره يستحق يلعب في منتخب مصر يبقى انت مش مصري، ما ينفعش. اه حمزه عبد الكريم ممكن يجي منه، لما يجي منه بقى ان شاء الله يبقى نقول ان هو ايه لعيب عالمي. ده لعيب لسه ما لمساش في برشلونه، بيلعب مع العيال الصغيره في برشلونه، خلاص هنخليه نجم؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهم يعني. راجل كان بيلعب هنا في كاس رابطه ما كانش عارف يوقف كوره في كاس رابطه، فجاه بقى نجم عشان راح برشلونه. انا بقول لكم حمزه عبد الكريم السنه الجايه في برشلونه مش هيكمل نص موسم هيطلعوا اعاره. يا جماعه اصل اللعيبه الموهوب يا جماعه بيبان من اول لمسه. انا مش عارف انتوا بصراحه ناس غريبه وبتدخلوا الاهلي والزمالك في الموضوع او ما انا بقول لك انا راجل زملكاوي اهو وما بحبش نادي الاهلي، بس بقول لك اهو لا الشوبير لعب ماتش 10/10، محمد هاني لعب ماتش 10/10. مين تاني؟ مروان عطيه كان حلو لحد ما مهند لاشين زفت الزفت. ما هو مرموش زفت الزفت. زيزو مش لعيب كوره اصلا خلاص. زيزو يا جماعه احنا كجمهور الزمالك وصلناه فعلا. احنا حرفيا الجمله اللي بتقول لك لما لو راح انفراد هيرفع، هو بيعمل كده. ده الجون فاضي مش خايف يشوط، الجون بيقول لك فاضي، فهو لا هو خلاص ضاع، خلاص احنا للاسف دمرناه يعني. ف... فزيزو ما يستحقش انه يلعب. لازم واحد زي هيثم حسن ياخد فرصه وينزل ويتالق. لكن ان احنا هنفضل بقى في القرف ده مش هينفع، هنقضيها مجاملات وعمرنا ما هنعمل انجاز. فمصر دلوقتي عندها فرصه حلوه جدا ان احنا نكسب ايران ان شاء الله ونتصدر المجموعه، بس اللي اعضاء يهاجم. وعندنا لعيبه قويه جدا. انا شايف ان احنا عندنا لعيبه اقوى كمان من لعيبه المغرب. يعني مع احترامي لو مرموش ده في يعني اقول لك إيه، مركز وفي فورمته احسن من 100 مره من اي حد في المغرب. صلاح طبعا ده بدون نقاش يعني. تريزيجيه، التلاته دول وهيثم حسن، الاربعه دول انا شايف ان هم اقوياء جدا 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 واقوى من اي حد في المغرب. عندك اهو في الجون شوبير 10/10، عندك في الدفاع عمرو ربيعه 100 وعندك حمدي فتحي اللي عاوز سجاعه برضه مساك. فلا عندك لعيبه كويسه. فاللعيبه دي انت لو انت استغلتها، وامام عاشور حلو جدا شعله نشاط في نص الملعب. فاستغل اللعيبه دي واستغل الامكانيات اللي عندك والعب وما تخافش، هي خلاص يعني. انا هنزل اخسر يبقى بدل ما انزل اخسر وانا متهزق، لا انزل اخسر بشرف والعب وهاجم. يعني انا مش عارف ايه الهبل ده. فاتمنى يا جماعه مصر ان شاء الله نستغل الفرصه دي ونعمل انجاز ونكسب ايران، وبعد كده نكسب في دور ال 32 ونكسب دور 16. ليه؟ يبقى 4 ماتشات كده يبقى انت عملت فيها، هو ده اسمه انجاز. حتى لو لا قدر الله خسرت بعد كده في دور الثمانيه، هيبقى اسمك عملت انجاز. اسمك كسبت 4 ماتشات، ودي عمرها ما هتبقى مع اي فريق عربي او افريقي عملها. فده اسمه انجاز. تعمل ليه لا؟ وبلجيكا كان ممكن تكسب لو انت كنت دوست عليها. وخلي بالكم يا جماعه كمان الماتشات اللي قدام شويه كلها هتتلعب في الشمس، دي حاجه هتبقى مصلحتنا احنا. انت ما تلعب اي فريق اوروبي في الشمس، هم ما بيعرفوش يلعبوا قوي قوي يعني معظمهم، الا بقى لو لعيبه لا مثلا زي منتخب فرنسا، هم اسمهم فريق اوروبي بس هم كلهم اقل يعني افارقه، فهم مش فارقه معاهم اصلا. لكن انت اي فريق اوروبي مثلا زي كده بلجيكا هتلعب مع نيوزيلندا، اي حد ابيض مش هيستحمل الشمس. فاتمنى بقى ان احنا ايه نحافظ على، يعني نكمل اللي احنا عملناه، ما نفرحش قوي عشان ده مش انجاز. كسبت اول ماتش في كاس العالم تمام، بس ده مصر المفروض تكسب اكتر من كده اهو. انت واخد 7 افريقيا وعندك اهلي وزمالك واكتر انديه واخده التشامبيونز ليج في افريقيا، فانت تاريخ تفرح عشان كسبت اول ماتش وعلى نيوزيلندا. يعني حتى مثلا لو كنا كسبنا فريق كبير اقول لك ماشي، لكن نيوزيلندا عيب يا جماعه. المهم ان شاء الله باذن الله كده مصر تعمل حاجه كويسه واحنا مع المنتخب. واتمنى بقى، اتمنى اللي جاي يبقى احسن نبطل مجاملات عشان المنتخب يعمل نتيجه حلوه ان شاء الله. يلا يا جماعه اشوفكم على خير، يلا سلام.